لو مش معايا فلوس ازاي ابدا اول مشروع خاص بيا عشان اكون بيزنس وومن؟ حلقه النهارده هنعرف اجابه السؤال ده. فانا جاي اعلمك النهارده ازاي تكوني بيزنس وومن في مدرسه شيماء بيزنس سكول. في حلقه النهارده هشرح لكم 7 اساسيات مهمه جدا لبناء اي بيزنس في العالم عشان تبداي من الصفر حتى بدون راس مال. فيلا بينا نبدا فيديو اليوم، بس الاول ما تنسوش تشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم الحلقات الجديده من شيماء بيزنس سكول. فيلا بينا نبدا اول خطواتنا في البيزنس بتاعنا. ثواني بيزنس ايه؟ انا معيش فلوس ان انا حتى يعني راس المال بتاعي، انا طالب او حتى لسه فريش جرادويت، او ان انا زوجه قاعده في البيت معيش فلوس، او ان انا مثلا معايا فلوس بس مش عارفه ابدا ازاي. طيب خلينا نتفق ان اي بيزنس مش محتاج، يعني قبل ما تفكري في الفلوس فكري في حاجه، الفكره. ان يكون عندك فكره ازاي هبدا البيزنس في اي مجال، في اي فكره، في اي مهاره، في اي حاجه انا بحبها ولا مش بحبها. فلازم الاول تجدي فكره، والفكره ببلاش، انت مش محتاجه فلوس. وصدقيني في ناس كتير جدا بدات البيزنس بتاعها بفكره بزيرو. يعني الفلوس دي اسهل حاجه ان انت تجيبيها بعد كده، بس خلينا الاول نبدا نجيب فكره. الفكره بتاعتنا ان انا عايزه ابقى بيزنس وومن، معايا ملايين بس معيش بيزنس، معيش فلوس. فهبدا ايه؟ اطور من مهاراتي، اختار سكيل هاي فاليو سكيل، يعني مهاره ذات طلب وسعر عالي في السوق. المهاره، الميزه بقى في المهاره دي ان انت مش هتحتاجي تقعدي تذاكري 4 سنين وتاخدي اجازه نص السنه واجازه اخر السنه وامتحان اخر السنه والكلام ده كله. انت في 4 شهور تقدري تكتسبي مهاره وتتعلميها وتاخدي مرتب قوي جدا فيها. وهي دي الفكره، ان انت مسكتي اول فكره تقدري تعملي بيها فلوس كتيره. فمجرد ان انت تكرسي 4 شهور لتعلم واتقان المهاره دي نوعا ما، تقدري تلاقي وظيفه. خليكي معايا للاخر. تلاقي وظيفه تديكي مرتب عالي جدا، وانت خلال ممارستك في الوظيفه دي للمهاره اللي انت اتعلمتيها مع نفسك، سواء كورس اونلاين او دفعتي في كورس مبلغ صغير، او اليوتيوب مليان كورسات كتيره جدا. يعني عندك الويب ديزاينر، الناس دي كلها بتاخد فلوس كتيره جدا في الساعه. بيبقى زي مثلا، زي اشهر مثال عندنا، يقول لك السباك في انجلترا بياخد 50 باوند في الساعه. طب ده السباك بياخد مبلغ، طب وانتي؟ فانتي كرسي 4 شهور من وقتك اتعلمي في هاي فاليو سكيل، اشتغلي فيها، خدي مرتب كبير جدا لغايه ما تتقنيها وتبقي قويه فيها جدا، سينيور ولا حاجه. ابداي اطلبي اكتر واكتر فلوس، وتقعدي كمان تتشرطي عليهم، انا لا انا عايزه مرتب اكبر من كده كمان. يبقى انت كمان بتكتسبي خبره في السكيل اللي انت اتعلمتيها ببلاش، وكمان بتاخدي عليها فلوس وبتتشرطي عليهم ان هم يديكوا مرتب اعلى. وميزه المهارات او تعلم مهاره ان انت ممكن تمارسيها في اي مكان من العالم اونلاين. واسهل حاجه ان انت تلاقي سكيل، تكتبي على جوجل ازاي الاقي ايه اكتر وظيفه مطلوبه بمرتب عالي، دي اقدر امارسها حول انحاء العالم اونلاين، الاقي وظيفه اونلاين. وممكن اعمل لكم حلقه كمان يعني مفصله عن المهارات، ايه هي انواع المهارات، فاكتبوا لي بالكومنتات وانا هعمل لكم حلقه كامله ايه هي انواع السكيلز اللي ممكن تنميها وتاخد 4 شهور، وكمان تديك مرتب قوي جدا. وبعد كده تقدري تعملي منها بيزنس خاص بيكي بعد ما تكتسبي المهاره وتتقنيها في العمل اللي انت خدتي منه فلوس عشان تمارسي المهاره اللي انت بتتعلميها. لان في الاول احنا اتكلمنا ان الحريه بس مش الحريه الماليه، مش ان يكون معايا فلوس كتيره جدا، لا ده ان يكون انا كمان ان انا عايزه اكون بيزنس وومن عشان اكون حره في وقتي، واكون حره في المكان، اسافر والف العالم ومش اكونش متقيده بمكان واحد. فانت كده محتاجه مهاره تحقق لك الحريه الماليه، وتحقق لك حريه الوقت، وتحقق لك حريه المكان. وده هيجيبنا لتاني نقطه، اللي احنا محتاجين يكون عندنا خطه واضحه وصريحه. clear and specific. clear and specific. خطتنا لازم تكون مكتوبه بالحذافير، بالديتيلز، كل حاجه كل حاجه. انا عايزه اقبض مرتب كذا، عايزه اعمل في اليوم كذا، او عايزه اعمل في الساعه كذا. فاروح ادور على مهاره اتقنها، بتكون مثلا بتعملي في الساعه $20، $10، $5. انت عايزه ايه؟ انت عايزه $5 في الساعه، عايزه $10 في الساعه، انت اللي بتختاري. وبتتقني المهاره دي على بناء رغبتك. فتقولي مثلا المهاره دي محتاجه 4 شهور عشان اتعلمها. طيب انا احط خطه، ايه هي خطتي؟ ان انا كل يوم احضر للسكيل دي،
او اكرس لها من 8 ساعات ل 10 ساعات مذاكره، ان انا كل يوم اكرس 4 ساعات الصبح 4 ساعات بالليل، 6 ساعات الصبح ساعتين بالليل، 5 ساعات الصبح 5 ساعات بالليل. بس لازم بدل انا حطيت في الخطه بتاعتي ان انا كل يوم هذاكر للمهاره دي او احضرها لها او اتعلمها في من 5 ل 10 ساعات في اليوم او من 8 ل 10 ساعات في اليوم، يبقى لازم اكون كوميتد بالخطه بتاعتي، لازم اكون ملتزمه بيها. طيب هتقولي ان انا وقتي ضيق وما عنديش وقت وعندي اولاد وعندي احفاد وعندي الكلام ده كله، او عندي شغل تاني او عندي دراسه، انا لسه بذاكر، انا لسه في الكليه، وهعمل حلقه مخصوص عن بيزنس الطلاب، لان يعني انا ايام الكليه تقدروا يا جماعه تعملوا فلوس كتيره جدا، فهعمل لكم حلقه للطلاب اللي هم لسه ما اتخرجوش، فتابعوا القناه. فقولي مثلا انا ما عنديش وقت، سواء انا طالب لسه عندي دراسه او عندي امتحانات، او ان انا متخرجه بس عندي وظيفه وما اقدرش اسيب وظيفتي، وطبعا ده ذكاء ان انا ما اسيبش الشغل لغايه ما يكون عندي البيزنس الخاص بتاعي، احس ان هو بدا يدخل لي فلوس حلوه فابدا اسيب الشغل بتاعي، او ان انا مثلا ربة منزل او عندي اطفال وزوجه مش ما عنديش حريه الوقت، بس انت عندك ميزه ان انت قاعده في البيت فتقدري تتعلمي في البيت بسهوله جدا، والبيبي نايم او اولادك في المدرسه او في الحضانه، تقولي خلاص انا ما عنديش وقت كتير جدا مع شغل البيت، بدل ما تقولي ان انا كل يوم هكرس من 8 ل 10 ساعات، قولي مثلا هكرس من 4 ل 6 ساعات، ان انا اتقن المهاره دي على مدى 8 شهور. يعني بدل ما هي كانت 4 شهور من 8 ل 10 ساعات كل يوم، هتقولي لا انا هتقنها خلال 8 شهور، بس هحضر لها او اذاكر لها كل يوم من 4 ل 6 ساعات اكرسهم اتقان المهاره اللي هتجيب لي فلوس كتيره جدا وتعمل لي البيزنس الخاص بيا. فاهدافك دايما اكتبيها يا جماعه، احسن حاجه انا عندي نوت بوك هنا بكتب عليها كل افكاري كل اهدافي، ومقسمه اهدافي كاتيجوري، يعني كل كده انا مثلا اهدافي العاطفيه، اهدافي الزوجيه، اهدافي في البيزنس، اهدافي في الرياضه، اهدافي في السفر، عامله وعامله خطه كلير اند سبيسيفيك لكل هدف من اهدافي في الحياه. انت كمان محتاجه تعملي كاتيجورايزنج، تقسمي اهدافك، وكل هدف يكون ليه خطه واضحه وصريحه، ولازم تكوني سبيسيفيك يعني مش كلير وبس، لا خطتك واضحه صريحه ازاي، او سوري تكون ديتيلد. يعني مثلا قولي ان انا شخصيه عايزه اعمل 3000 دولار كل شهر، فمعنى ان انا عايزه اعمل 3000 دولار كل شهر انا محتاجه في اليوم اعمل يكون عندي بيزنس يعمل لي 100 دولار في اليوم، فكده انا بعمل 100 دولار يعني بعمل اخر الشهر 3000 دولار. فلما بتبداي تقولي لعقلك ومخك انا كل يوم عايزه اعمل 100 دولار عشان اخر الشهر يوصل لي 3000 دولار، هتلاقي العقل ده مكنه رهيبه. يعني انا مش عايزه اكلمكم عن ده السوبر باور بتاعك، بس استغليه صح. اول ما بتقولي لعقلك كده وتفهميه، يعني اول ما تصحي من النوم كده تقولي ايه، ها ايه الطرق اللي انا اقدر اعمل بيها 100 دولار في اليوم، وسهل جدا ان انت تعمليها بالشغل الاونلاين لو نميتي مهاره قويه جدا زي المهارات اللي انا هكلمك عليها الحلقات الجايه. قولي لعقلك يعني سبحان الله بيدور على طرق، فبتعملي حصر لكل ممتلكاتك، حتى يعني عارفه كده كل حاجه عندك، انا عندي خاتم فضه هنا، عندي خاتم ذهب هنا، عندي مش عارف ايه، انا مش هتبيعي الحاجات دي، بس انا عايزاكي تعملي حصر لممتلكاتك، ايه هي الحاجات اللي هي عندك، وايه الحاجات اللي عندك ومحتاجه تبيعيها وتستفيدي بفلوسها. احنا دولابنا مليان لبس، عندنا شنط بالهبل، عندنا جزم بالهبل، عندنا حاجات مخزنينها في الدولاب، هبقى البسها، مش حاجات بس ممكن تكون انتيكس في البيت، وحاجات كتيره جدا. انا من الاشخاص اللي بحب لايف ستايل المينيماليزم، يعني حياتي كلها ده مش بيتي، زي عشان هتلاقوا حاجات هرجله كتير ورا كده، انا ما بحبش البيت اللي مليان انتيكس كتير ودوشه كتير، انا بحب البيت اللي هو ابيض كده ما فيهوش حاجات كتير وحاجاتي مقله. فاعملي حصر لكل ممتلكاتك، مش ممتلكاتك بس، كمان الاشياء الماديه، بالقدرات العقليه، انا ذكيه في كذا، انا شاطره في كذا، انا شاطره في الحسابات، انا شاطره في الرسم، انا شاطره في الدهان، انا شاطره في الاعمال المنزليه، انا شاطره في الطبخ. اعملي حصر لقدراتك ومواهبك، اعملي حصر لممتلكاتك، بيعي الحاجات اللي انت مش عايزاها او تقولي هبقى استخدمها في المستقبل بس ما بتستخدم، بيعيها وخدي الفلوس دي استثمريها. وهكلمكم على الاستثمار، وهكلمكم على البورصه، وهكلمكم على افكار كتيره في البيزنس الحلقات الجايه. فتابعوا القناه وما تنسوش وتفعلوا جرس الاشعارات. حتى الناس كمان اللي حواليكي انت محتاجه لها تعملي لها حصر، تقللي دايره المعارف بتاعتك. احنا مش عايزين اصحاب، احنا دلوقتي اصحاب بيزنس، خلاص احنا بيزنس وومن في نفسنا كده، اقعدي كده يعني عندك 300 صاحبه، انا عايزه واحده اتنين بس منهم،
عندك بابا وماما خلاص، عيلتك بقى مش عايزين. ليه بقى؟ عشان هيعملوا لك ديستراكشن الناس دي. مش عارفه بنت خالتك تعالي نروح المول، صاحبتك تعالي نروح ناكل، نحضر موفي وناكل بوب كورن بالهاني والسكر والكراميل. صاحبتك التانية يلا انا في سيل انا عايزه اروح اعمل شوبينج. مش عايزين الناس دي. اعتكاف ال4 شهور او ال6 شهور او ال8 شهور اللي انت كرستيهم عشان تتعلمي المهاره دي، اعتكاف. انا معتكفه عشان اتعلم المهاره اللي هتخليني حره ماليا وتخليني اعمل البيزنس الخاص بيا. كمان الناس دي ممكن تكون، يعني في ناس غيوره ممكن كمان تثبتك وتقلل من عزيمتك. انا عايزاكي تبداي البيزنس الخاص بيكي، يعني من اول ما تبداي تقولي هي دي المهاره اللي انا هتكونها واتعلمها، دي بدايه البيزنس بتاعك ده. وانا محتاجه تفكري بالتفكير ده كويس جدا، ان اول ما تختاري مهاره او حاجه انت عايزه تتعلميها، انت قعدتي كده مع نفسك صفصفتي كل افكارك واخترتي ودورتي ودعبستي جوه نفسك وعرفتي ان انا شاطره في الحاجه دي، او المهاره دي انا بتجيب فلوس كتير، انا اقدر اتعلمها واقدر اتقنها بسرعه. فابعدي بقى كل الناس، انا مش عايزه الناس دي. انت مع نفسك انت والهدف قدامك كده، زي ما انا بصلكوا في الكاميرا، انت شايفه الهدف بتاعك اجري عليه بسرعه الحصان. يعني كان اسمه ايه، بيجاسوس اللي بيطير. هو مش حصان بيجي، لا هو حصان وبيطير كمان. عايزاكي تتجهي نحو الهدف بتاعك بسرعه البرق. فمعلش يا صاحبتي هتزعل، فلانه هتزعل، خالتي هتزعل، معلش على حقي على راسي كلكم يا جماعه. بس انا لما يكون عندي البيزنس الخاص بتاعي هبقى يعني هفرحكم وافوت لكم 5. بس دلوقتي انا مركزه. وبرده مش عايزاكي تقولي لهم على اهدافك، ومش عايزه تعرفي الناس حتى، يعني لو زوجك يعني ما توضحيش كل حاجه، ما تقوليش كل حاجه، ما تقوليش انا بعمل البيزنس الخاص بيا يا جماعه ومش عارف ايه. ما تقوليش. خليكي كده بيني وبين نفسك. انا بنمي واطور المهاره دي اللي هتجيب لي دولارات، هتجيب لي ملايين، وابقى صاحبه عمل خاص بيا. ولو عايزين تعرفوا ايه هي الهاي فاليو سكيلز، انا عامله لكم ورقه كده PDF، هتلاقوها في الديسكربشن بوكس، نسخه مجانيه تقدروا تحملوها فور فري، وتبداوا تاخدوا وتكتسبوا منها افكار، تعرفوا منها افكار. ومش لازم تكون هي دي بس، ممكن مع قرايتكم للافكار دي انت تكتشفي حاجه في نفسك، ده انا اقدر اعمل الحاجه دي. وخلينا يا جماعه نبقى عارفين كده، مش لازم نبقى يعني نعمل البيزنس بتاعنا في حاجه ان احنا يعني دي احسن حاجه. احنا ممكن نكون بنحب 10 حاجات، بس ممكن اول حاجه بنحبها ما تبقاش مناسبه، ممكن تكون اخر حاجه. او حاجه فعلا انت مش يعني ممكن لما تبداي تتعلميها تكتشفي ان انت بتحبيها. فلازم برضو ان احنا نجرب شويه حاجات كده في اول البيزنس، حاجات بسيطه على نطاق صغير، ونعمل تيست مع نفسنا. عارفين كده لما بنعمل تيست للصبغه لشعرنا، اعملي تيست. شوفي انا بحب ده، لا لا انا الفكره دي مش مريحاني، لا الموقع ده او المهاره دي مش هتناسبني خالص، محتاجه مثلا كفاءات تانية. انا مثلا شاطره في الحساب، انا شاطره في الالوان، انا شاطره في اي حاجه تانية. فانت بتاخدي بتدي مع نفسك لغايه ما توصلي للفكره. انت هي السكيل دي اللي هقدر اطورها واكبرها. ممكن بعد كده زي ما بيقول لك الحب بيجي بعد الجواز، ممكن تحبيها بعد ما تمارسيها وتلاقي ان هي فعلا بتجيب لك فلوس كتيره، وان انت حققت لك هدف ان انت تكوني بزنس وومن. ثالث حاجه الاولويات بتاعت سيادتك. ايه هي اولوياتك؟ ودي حاجه مهمه جدا. انا من اول ما بدات مثلا رحلتي ان انا خسيت 20 كيلو، كانت اولوياتي نمبر 1 الجيم. اول حاجه ما بصحى من النوم بروح الجيم. اول حاجه قبل بقى ما اشتغل، قبل ما افكر في اي حاجه، قبل البيزنس حتى، لان كان هدفي ان انا اخس وان انا يكون ليا شيب حلو. فكان اول بريورتي ليا قبل البيزنس ان انا اروح الجيم، او الجيم ان انا افقد وزن. فانت حطي اولوياتك على حسب مزاجك. انت مثلا انت في الكليه، او انت في الكليه فعندك امتحانات، هذاكر اولا بعد كده ادرس البيزنس. انت مثلا متخرجه وعندك شغل، هخلص الشغل بتاعي اللي باخد فيه خبره وشويه فلوس، وبعد كده اروح اشتغل للبيزنس بتاعي، اطور مهاراتي في البيزنس. انت ام وعندك طفل وعندك زوج، ادي لطفلك حقه، وبعد كده البيزنس، بعد كده تالت حاجه الزوج. يعني ملناش دعوه خالص، هم ناس ادلت يقدروا يعتمدوا على نفسهم، ودي مش عيب.
ان انت تصنفي الناس على حسب اهتماماتك واولوياتك، دي حاجه ترجع لك ومن حقك. ما تخليش حد يقول لك لا انا قبل، مش لا، معلش، انت اللي تختاري اولوياتك. وانا دايما بقول لك اختاري نفسك قبل الجميع، حتى قبل طفلك او ابنك اختاري نفسك عشان تكوني ام كويسه، آه، يعني تقدري تربيه بشكل صح وسليم، وبنفسيتك السليمه الصحيحه المتزنه تقدري تكبريه بشكل طبيعي من غير القلق والطفوله بتاعتنا المتشرده بتاعتي يعني. فالتضحيه اليوميه ده جزء من البروسيس بتاعتك، ان انا في تضحيات هاخد شويه وقت من وقتي مع ابني او من زوجي او من عيلتي عشان اطور البيزنس. زي ما قلت لكم اعتكاف، انا هعتكف ال4 شهور ال6 شهور السنه دي كلها تجاه البيزنس بتاعي. رابع حاجه ومهمه جدا 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 يا جماعه، اعيش اجواء البيزنس وومن، اعيش واتخيل نفسي ان انا بيزنس وومن، ان انا واحده ناجحه. انا معيش فلوس، ما بداتش اي حاجه، بس زي ما قلت لك من اول ما تاخدي القلم كده وتبداي تكتبي بسم الله اول خطتي هدرس كذا واحط الخطه، انت من وقتها انت بيزنس وومن. انا محتاجاكي تعيشي وتفكري وتحسي وتتخيلي ان انت بيزنس وومن صاحبه ملايين. زي كده تقعدي كده مع نفسك كل يوم الصبح كده اول ما تصحي، تعملي المورنينج روتين بتاعك، تبداي تبصي لنفسك في المرايه. وقلت لكم روتين المرايه ده مهم جدا جدا جدا. بصي لنفسك كده في المرايه، شوفي نفسك كبزنس وومن ناجحه معاكي ملايين. متخيله نفسك ازاي؟ لابسه بليزر ومش عارفه عامله شعرك بشكل كذا او الطرحه بشكل كذا، ولابسه بدله سوت كده ولونها كذا، وتخيلي نفسك باي شكل. انا بالنسبه لي انا بتخيل نفسي قاعده على البلاج، قاعده على البحر، بشرب الكوكونات ووتر بتاعي، معايا اللابتوب وبعمل البيزنس بتاعي. وده اللي انا بحققه فعلا وعايشاه وحققته وبحققه وعايشاه وحاساه. انا عايزاكي من قبل حتى ما توصلي لتحقيق الهدف وتوصلي له بشكل اكشوالي، عايزاكي ان انت تعيشيه في مخيلتك، لان عقلك وطاقة جسمك بتجذب ده بالمانيفستيشن. الكون كل يوم الصبح بيقول لك صباح الخير لك ما تشائين، بس بطاقتك انت بترفضي وبتمنعي، وعدم ثقتك بنفسك، وممكن اللي حواليك كمان بيخليكي مش واثقه بنفسك، او ان انت انسانه فاشله، او ان انت انسانه عاديه. حتى يعني حتى ان انت انسانه عاديه دي انا مش عايزاكي تقبليها على نفسك. حد يقول لك انت عادي زيك زي غير، لا انا مش زي غيري، انا في التوب. انا عايزه ابقى بزنس وومن صاحبه ملايين. فانت تقنعي نفسك وتعيشي الحلم بتاعك من اول ما تاخدي الخطوه البيبي ستيب تجاه الهدف. قلت لكم قبل كده بالمانيفستيشن انا حققت حاجات كتير جدا، لان الجسم ده ليه طاقه، والكون فيه فايبريشنز كتيره جدا، والعقل بيلاقي مليون سوليوشن عشان توصلي للهدف بتاعك ده. اصحاب بيزنس كتير فتحوا بيزنس ما حققوش من اول شهر ومن تاني شهر ومن تالت شهر. يعني في ناس بيزنس فتحوا البيزنس بتاعهم ومعاهم راس مال، بداوا البيزنس براس مال وفضلوا 3 4 شهور 5 شهور 6 شهور من غير ولا مليم، بس بعد كده البيزنس جاب لهم فلوس. انت كده بتستثمري في وقتك، استثمارك في وقتك ان ده خطوه من خطوات البيزنس. فانا عايزاكي تعيشي الحلم وتعيشي الهدف بتاعك كل يوم، تحسسين نفسك سواء بالاتيتيود سواء بالتفكير سواء بالمخيله. وزي ما قلت لك ما تقوليش لحد، عيشي حلمك مع نفسك لوحدك كده في البابل بتاعتك. تخيلي ان انت بزنس وومن بالشخصيه اللي انت عايزاها. عارفين كده في ناس زي ما قلت لكم نظفي دايره المعارف بتاعتك، الناس السلبيه ابعدي عنها. عارفه كده لما انت تبقي قاعده في مكان وتقولي ما فيش شبكه انا هاخد الموبايل واطلع بره، انا عايزاكي بقى تاخدي نفسك انت كده وتطلعي بره، بره عن دايره الاصحاب السلبيين، الناس اللي بيحبطوك. حتى لو زوجك بيحبطك ابعدي عنه، يعني خدي كل كده مع نفسك، عيشي في الصومعه بتاعتك، اعملي كده زون. انا المكتب بتاعي ده يا جماعه فيه كل افكاري، فيه كل البيزنس بتاعي. عندي الووكينج باد اللي انتوا شفتوه قبل كده على انستجرام، بشتغل على حتى هنا على المكتب وانا بتمشى عشان اعمل الخطوات بتاعتي. جايبه الووكينج الباد بتاعتي عشان اعمل خطواتي وانا بشتغل هنا. فالبيزنس سوري المكتب بتاعي ده هو الصومعه بتاعتي اللي بتديلي افكار وبدير فيها البيزنس. فلازم احترم المكان بتاعي ده وبقدره وبحط شمعه وكده قاعده قدام الشباك، يعني احترم حاجاتي. فالناس اللي حواليكي لازم يحترموكي، ولما ما بيحترموكيش ابعدي عنهم. زي كده ما بتاخدي الموبايل فين الارسال وتقعدي تدوري على الارسال، او تسيبي المكان اللي، او حتى احنا لو في مكان ما فيهوش شبكه بنحس ان احنا مش لينا نفس نروحه اصلا، مش عايزين نروحه، ده ما فيهوش شبكه.
عايزاكي تبعدي عن الناس اللي بيقطعوا شبكتك مع التواصل مع الطاقه الكونيه عشان تحققي كل اللي نفسك فيه من المانيفستيشن. وعملت لكم فيديوهات قبل كده عن المانيفستيشن والمانيفستيشن روتين، لازم تتفرجوا على الفيديوهين. انا عملت فيديوهين عن المانيفستيشن مهمين جدا يا جماعه، وهيفيدوكم جدا ان انتوا يساعدكم تحقيق احلامكم، لان ساعدني كتير جدا ان انا احقق احلامي بفتح الطاقات بتاعتي كده، وان انا اصحى كل يوم الصبح واقول للكون اهلا بيك يلا حقق لي، وهو يستجيب لي. وزي ما قلنا في ناس سلبيه محتاجين نكبها في ناس محتاجين ندور عليهم نلاقيهم. هي مش اسهل حاجه اللي احنا نلاقي منتور في حياتنا. فخلال العمليه بتاعتك مش سهل ان انت تلاقي منتور يساعدك او يدلك على الطريق الصح. انا كنت محتاجه منتور من اول ما ابتديت، لان كان عندي اهداف كتيره جدا بس كنت ضايعه ما بين افكاري. آه، ف فلو ما لقيتيش عادي، خليكي انت المنتور بتاع نفسك. اقتدي بيا، اقتدي يعني بناس ناجحه. اعملي فولو للناس الناجحه في البيزنس اللي انت ناويه تكبريه. لو انت عايزه مثلا تتعلمي ازاي عن التجاره الالكترونيه، اعملي فولو للناس اللي نجحت في البيزنس بتاع التجاره الالكترونيه. لو انت واحده مهتميه بالويب ديزايننج، ادخلي شوفي اتعلمي. اعملي انفولو للناس بتاع بقى اللي ملهاش اي لازمه في الحياه، واحنا عاملين فولو لمليون واحد عن قناه الطبخ. خلاص يا جماعه، هي مش حياتنا كلها طبخ وبس، يعني احنا بناكل عشان نحيا، مش بنحيا عشان ناكل. فهتلاقي يعني كلنا يعني عاملين فولو ل 300 الف قناه عن الطبخ يعني. وبعدين اعملي فولو يا ماما، يعني سيب الناس دي كده، ابعديهم خالص. او اعملي انستجرام او صفحه جديده، او فولو للناس على اليوتيوب اللي بيتكلموا عن حاجه انت نفسك تتعلميها وتتقنيها. وانت اليوتيوب ده مدرسه كبيره جدا فور فري، تقدري تتعلمي وتكرسي شويه وقت كل يوم ليه تتعلمي مهاره جديده، او تتعلمي حاجه في المهاره اللي انت نفسك تتعلمي فيها، لغايه ما ربنا يعينك وتلاقي في نص الحياه بتاعتك كده وانت الحاصل بتاعتك تلاقي منتور يساعدك يديكي. لان وجود المنتور، احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في الحلقه اللي فاتت، فاتاكدي ان انتوا تشوفوا الحلقه عشان ما اعيدش الكلام فيه. خامس حاجه، وقتك بيساوي فلوس. ايوه، وقتك بيساوي فلوس. كل يوم قبل ما تروحي تنامي جيبي ورقه واكتبي التو دو ليست بتاعه اليوم اللي جاي، عشان لما بتنامي كده انت بتبقي محضره مخك ان انا اول ما هصحى الصبح هبتدي البيبي ستيبس تجاه الهدف بتاعي، فلازم تعمليها قبل ما تنامي. فاي بزنس وومن وقتها غالي، وقتها بفلوس. اي حاجه، انا الناس بتعمل معايا فيديو كول بيدفعوا لي فلوس عشان يتعلموا من خبرتي، فانا وقتي بفلوس. مش بروح اقابل واضيع وقتي في المول والشوبينج، انا وقتي بفلوس. انا صاحبه بزنس، فوقتي للبزنس لهدف انا اخترته بمزاجي وباشن انا بحبه، ان انا اكون بزنس وومن ناجحه. فانا لازم اكون قد هدف حلمي ان انا اكرس له شويه وقت وبعمله يعني، وهو على يعني على حب من قلبي. انا من الاشخاص اللي بصحى كل يوم من 5:30 ل6، مش على صوت المنبه، انا بصحى من كتر الاكسايتمنت، لان ها عملت كام النهارده، ابقى مبسوطه. فالمنبه بتاعك هو يعني، لو انت شخصيه كل يوم بتصحى اكسايتد كده تجاه الهدف بتاعها وبتعمل الخطوات النجاح، الخطوات اللي هتوصلك للنجاح بحب وباشن وبعدم دي هي مش مذاكره، هي زي كده ايام الامتحانات وكنا نتأفف وان احنا متضايقين حتى لو احنا في الكليه اللي احنا بنحبها، كلنا بنكره الامتحانات. بس لو انت بتعملي الحاجه اللي انت بتحبيها او بتعملي الحاجات اللي انت هتوصلك للنجاح بحب، اعرفي يعني ده هتسهل عليكي حاجات كتيره جدا. فانا شغفي هو اللي بيصحيني كل يوم عشان ابتدي خطوه تجاه اقرب لاهدافي. انا حققت اهداف كتيره جدا ولسه عندي اهداف كتير احققها. انا من الاشخاص اللي يعني بستمتع بالنجاح، فانا بحيا باحساس النجاح. فده الهدف من شيماء بزنس سكول. سادس حاجة ان انت تكوني كونسيستنت، ان انت تكوني مستمرية على الخطة بتاعتك. اوقات بيقابلنا فشل، اوقات بنحبط، اوقات بنكسل، اوقات بنحس ان احنا لا دي صعبة علينا مش هنقدر نوصل. ابدأي من اول وجديد. اليوم اللي انت تحسي فيه بكسل واحباط وفشل، اقلبي الصفحة وابدأي من اول اليوم من اول وجديد. ما تبقيش من الاشخاص اللي تقول ايه ده أنا الاسبوع الجاي، ده انا الشهر، لا. ساعتين يعني ازعلي ساعة ساعتين واقلبي الصفحة وابدأي من أول وجديد. حتى لو نص يوم ابدأي. يعني لو ضاع مثلا نص يوم، انت عندك خطة مثلا انا هذاكر 4 ساعات الصبح و4 ساعات بالليل، فحصل حاجة فال4 ساعات بتوع الصبح ما تحققوش فتحسي ان انت محبطة،
ايه ده انا فاشله، انا ما التزمتش بخطتي. you still you can do it، انت تقدري تعمليها، فكملي. يعني انسي اللي حصل او الكسل، الكسل او الفشل. انا دخلت الكسل والفشل مع بعض، الكسل والفشل مع بعض. وابدأي صفحة على طول، بس ما تخليهاش تاخد منك وقت. فلازم تكوني مستمرية تجاه أهدافك. وزي ما دايما بقول لكم، الفشل هو سلالم النجاح. وكل ما بتفشلي كل ما انت كنت أقرب لتحقيق الهدف بتاعك. سابع حاجة، ودي النقطة الأخيرة، لازم يكون عندك ثقة وإيمان بنفسك. trust the process. كلنا في الأول جالنا إحساس الموضوع صعب، الموضوع مستحيل. أنا حققتها ومليون واحد قبل كده حققها، انت كمان تقدري تحققيها، بس ما تيأسيش. خلي عندك ثقة وعزيمة وثقة بنفسك كبيرة جدا، ان انت لو فعلا عندك الرغبة ان انت تنجحي، اي حاجة ممكن تتحقق. لو انت من جواكي كده عايزة تنجحي وتبقي انسانة ناجحة، اي حاجة تقدري تحققيها بالاحساس ده. افتكري دايما ان الخطوات الصغيرة هي اللي هتوصلك لهدف الكبير. فوقت ما تحسي بالكسل او بالاحباط، سكيب واسمعي لاي حاجه فيديو يديكي شويه موتيفيشن، يديكي شويه معلومات يحسسك. او اسمعي قصص ناس نجحوا، ناس كبيره جدا. انا بقعد اسمع قصص ناس نجحت، يعني عمالقه اكبر مني بكتير في البيزنس، واقعد اسمع قصصهم. او ماي جاد، يعني اللي حصل لهم ما حصل لهم اكتر مني بكتير. فبيديني احساس ان مفيش حاجه مستحيله، كله بيتحقق، كله بيجي. بس لازم تكوني، ان في واحد كان بيحكي قصته ان هو اول ما بدأ بيزنس نجح نجح نجح، وبعد بدأ بعد كده كل الفلوس اللي كسبها من البيزنس راح استثمر في بيزنس تاني. وكان معاه بارتنر، الشريك خد الفلوس واختفى. الراجل بدأ من اول وجديد من الصفر. هي الفكرة مش الفلوس، هي الفكرة فيكي انت، في قيمتك انت. انت قيمة كبيرة، انت قيمة لما بتشتغلي على نفسك. يعني اعرفي ان اصحاب رأس المال اللي بدأوا من الصفر دول اقوى من حد كبر او اتولد معاه فلوس. لان الناس اللي عملت نفسها من الصفر هم بدأوا بفكرة زي بذرة وكبروها بقت شجرة. الشجرة دي بتجيب لهم ثمار وبيبيعوه وبيكسبوا منه فلوس، وبعد كده الشجرة لقحت اللي حواليها او جابت اشجار وهكذا. فانت لو بدأتي من الصفر، انت يا جبل ما يهزك ريح. انت شخصية لو وقعتي هتقدري تقفي تاني. فلو حسيتي بالفشل والكسل، اسمعي قصص ناس، اسمعي فيديوهاتي، لان انا دايما بكلمكم عن البيزنس، بكلمكم عن العلاقات، حب الذات، تطوير الشخصيه عشان تكوني النسخه الافضل منك. وحابه اكلمكم اكتر عن البيزنس الحلقات الجايه عشان تكوني انت كمان بيزنس وومن زيي، او حتى كمان احسن مني. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات الاسئله اللي حابين اكلمكم عنها، او المواضيع اللي انا حابين اتكلم عنها الايام الجايه. وكمان حابه اعرف نوعيه مشاهديني او الفولورز بتوعي اللي بيتابعوني. انت وصلتي في الفيديو ده طويل شويه، بس انا عايزه اعرف انت وصلتي الفيديو لغايه النقطه دي. فلو انت وصلتي الفيديو للنقطه دي، انت فعلا عايزه تحققي نفسك وعايزه تنجحي، وانا فخوره بيكي. واكتبي لي كومنت ان انت اتفرجتي على الفيديو لغايه الدقيقه دي، عشان كمان الايام الجايه هعمل مسابقات وهعمل جوائز. والجوائز هتكون استشارات مجانيه، واكيد هتكون الاولويه للناس اللي هم دايما بيكتبوا لي كومنتات بيعرفوا لي على نفسهم، فهتكون الاولويه ليهم. والحلقات الجايه هنتكلم على افكار اكتر عن البيزنس، ازاي تبداي البيزنس بتاعك من الصفر ويكون معاكي ملايين عشان تبقي مليونيره وصاحبه بيزنس. بالنسبه لي انا كان اول مليون عملته في حياتي وانا كان عندي 28 سنه، بس اخد مني سنتين بصراحه عشان ابتدي اعمل اول مليون. بس كان عندي ظروف عائليه، لان كنت وقتها عايشه مع اهلي، فما كانش عندي الحريه بجميع الاشكال. بس اول ما استقليت بنفسي بدات احقق نفسي، وفعلا عملت اول مليون ليا وانا عندي 28 سنه. فما تنسوش تتابعوني عشان انا كمان اساعدكم تحققوا اول مليون ليكم. واشوفكم في الفيديو ده.